السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. طاجن السمك بالصلصة والسمك المقلي. انا كنت جايباه اصلا كله عشان اعمله طاجين، لكن ولادي يعني عايزين مقلي. انا اشترينا السمك. بصوا يا جماعة، السمك طازة. هوريه لحضراتكم دلوقتي. لازم يبقى النغشوش احمر وردي بالشكل ده. السمكة تكون ناعمة، تتك عليها كده، ما تنزلش لتحت، تك عليها حلوة يعني. طازة كده جميلة هي. نضف السمك عادي زي ما بننضفه عادي كده. بنضفه يا جماعة في كيس عشان ما نيلش الدنيا واسد الحوض وكده يعني. انضف في كيس وبعدين اشيل اللي يطلع من التنظيف، اصفيه من المية بتاعته وبعدين ارميه عشان ما ينسدش الحوض ولا حاجة، ويكون جنب نضيف. يعني اهم حاجة في السمك يا جماعة تنظيفه. نضفوا السمك حلو جدا كده ونحط عليه ليمون. بصوا يا جماعة، نضفته بالفرشة ديت مخصصة للسمك. بصوا بسم الله ما شاء الله نضيف ازاي. بسم الله ما شاء الله. حطيت عليه ليمون وحطيت عليه ملح وغسلته كويس. دي الدقة يا جماعة التوم اللي انا محضراها تتبيلة السمك. انا عملتها قبل كده على القناة، وهسيبها لكم في صندوق الوصف. هي عبارة عن توم وليمون وفلفل احمر وفلفل اخضر وربطة شبت وبصل وكده. انا ما بحطش التوابل يا جماعه على التوم وهو بيتخزن، لا انا بحط التوابل بعد كده. حطيت كزبره ناشفه وكمون وحبه صغيره كده من الزنجبيل، وهحشي بيه السمك كله. احشي السمك كويس جدا يا جماعه. انا دي تالت مره اعمل السمك، وهسيبه لكم في صندوق الوصف. بحشي السمك كويس. وبعدين دي بردك التبديرة ديت انا بردك قلت عليها قبل كده. ده دقيق، عليه معلقتين نشا، عليه كمون وعليه ملح وعليه حبة شطة ناشفة. وبحمر السمك يا جماعة. يعني انا قلت قبل كده ان احنا نحط السمك عكس اتجاهنا عشان ما يطرطش علينا ولا حاجة. انا هحمر السمك، هحمر جزء منه ناكله ناشف كده، سمك مقلي كده. والجزء التاني هحمره نص تحميرة، هعمله في طاجين. أنا قسمت السمكة 2 يا جماعة، وهاخد الديل ده احمره جامد. يعني هنشفه علشان دوت اللي هيبقى هيتاكل مقلي. اما اللي هي الراس فقلت دي اللي هحطها في الطاجين. هنحمرها بردك، مش هنسيبها، هنحمرها نص تحميرة ونحطها في الطاجين. السمك اللي في الطاجين ده يا جماعة يعتبر بردك من الأكلات الشتوية. بيبقى طعمه جميل كده اما تاخد الصلصة وتحطها بتاعته وتحطها على الرز كده. بيدفي. هنا أنا هعمل التسبيكة بتاعت السمك. جبت بصلاية كبيرة، ومش هحمرها قوي، هحمرها نص تحميرة. وبعدين هحط عليها الطماطم وهقلبها كويس، وهحط لها اظبط الملح بتاعها، وهحط لها كمون، وهحط لها كزبره ناشفه. بس مش هكتر الملح على اساس ان اخد بالي ان في ملح في السمك. وقطعت بطاطسايه كده شرايح وحطيتها معاه. سبتها تطيب شويه. لو وصلتوا لحد هنا يا جماعه اعملوا لايك واشتراك في القناه. تعليق جميل من حضراتكم، باكد عليكم يا جماعه ما تنسوش تعملوا لي لايك. استمر في تنزيل الفيديوهات وكمان تشجيع ليكم منكم ليا. ده الوعايه يا جماعه اللي انا جايباها دي، جايباها من الصعيد يا جماعه، من الصعيد الجواني. جميله بقالها زياده عن 30 سنه. بسم الله ما شاء الله، جميله وخامتها حلوه ورفيعه وتخلي ريحه الاكل جميل غير الموجود دلوقتي. انا رصيت البطاطس تحت وحطيت فيها حبه صلصه وحطيت السمك، وحطيت بقيه الصلصه. احنا ما بنحبهاش غرقانه كده في الصلصه، بنحب الصلصه ايه، قليل يا دوبك كده قليله. وهي بسم الله ما شاء الله جميله. ودوت كان وصفتنا النهارده. سمك مقلي وبطاطس محمره وسلطه وبتنجان مقلي وبرام رز جنبيها. قدمت السمك المقلي قبل كده يا جماعه، وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو سواء مقلي بولتي او دراج. ودي كانت الوصفه. بسم الله ما شاء الله جميله. واشوفكم في وصفه جديده من اكله بسيطه. والسلام عليكم ورحمه الله.